السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى جايبه لكم وصفة جديدة خالص. انا عايزة اقول لكم ان في كل شارع، في كل بيت، في وصفات بتعيش معانا وبتفكرنا بايام الدفا واللمة كده زمان. ودي طبعا اهم وصفة من الوصفات بتاعتنا ديت. وصفة من قلب المطبخ المصري الأصيل، أكلة ليها هيبة ومكانة وطعم ما يتنسيش أبدا. طبعا هي أكلة الممبار والسمين. احنا معانا النهاردة الفشة. احنا هنعمل فشة زي ما انتم شايفين كده. معانا الفشة مغسولة ومتنضفة ومنقوعة في مية وملح وخل ومتصفية تماما زي ما انتم شايفين. ومعايا طحال بقري، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. برضو غسلاه ومنضفاه ومنقوع في مية وخل وليمون، وحاجة كده متنضفة وزي الفل. طبعا احنا ايه، هنبدأ نعمل معاكم الوصفة. اول حاجة عندنا دلوقتي انا حطيت حلتين على النار، والحلتين طبعا سبتهم لما المية اللي فيهم بدت تغلى. ولما غليت المية هنزل عليهم بقى دلوقتي ببصل متقطع شرايح وورق لورا. دي طبعا اهم حاجة بتدي كده الايه السمين بتاعنا ريحة كده وحاجة جميلة. ونزلت عليهم بفلفل اسود ورشة من الحبهان المطحون. وهنزل بقى في الحلة الاولانية بالفشة بتاعتي وهغطي عليها. طبعا انا بسيب الغطا موارب شوية عشان ده ايه بيغلي ويفور، والطحال في الحلة التانية واسيبهم الاتنين يغلوا. هنبدأ بقى معانا هنا الممبار بتاعنا زي ما انتم شايفين. اهم حاجة فيه التنظيف. انا غسلته بملح ودقيق وخل وشطفته كويس من بره ومن جوه. ولو لقيتي فيه يعني في ريحة ولا حاجة وحسيتي انك قرفانة، ممكن تعملي شطفة سريعة كده بالليمون والخل هيبقى تمام. ومعانا بقى هنا المكونات بتاعتنا. انا جبت رز وطماطم متقطعة صغير وتشكيلة من الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. ومعايا معلقة من اللي هي المطحونة. وحطيت بقى طبعا البصل بتاعنا. طبعا البصل لازم يكون كتير، ومعلقتين من الصلصة. وحطيت بقى التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، بهارات، كزبرة، جنزبيل، قرفة، توم باودر، بصل باودر. وطبعا بقى ايه وشوية شطة. ومعايا انا هنا كام ورقة من النعناع الفريش قطعتهم، بيدي ريحة كده وبيدي نكهة جميلة قوي في الحشوة بتاعتنا. طبعا الممبار الحشوة بتاعته كلها بتبقى تقطيع، مفيش حاجة لا تتسبك ولا تتعسر ولا حاجة، كلها لازم تبقى متقطعة كده. ده اللي بيدي اختلاف بينها وبين باقي المحاشي. وطبعا هبدأ بقى احشي. كل واحدة طبعا هتحشي بقى بالطريقة بتاعتها. انا بحب احشي بالطريقة ديت، بتدي معايا ايه يعني اسرع ووقت اقل. وطبعا مش هنملاه طبعا على الاخر زي ما انتوا شايفين كده. انا لما بملاه رز ببدأ بقى ابططه كده اهوت واخليه يدوب يعني متبطط معايا زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يفرقعش مننا واحنا بنسلقه. لازم يكون متهوي كده يا جماعة على قد ما تقدروا، لان الرز لما بيستوي طبعا بيتضاعف حجمه، فايه ما نخسرش كمية الممبار بتاعتنا ان هي بقى تفرقع في المية وفي السليق بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده، يعني ده بتبقى الايه الكمية بتاعت الرز اللي بتبقى في الممبار. وطبعا هعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. النهاردة بقى انا هعمل معاكم ايه الممبار. هعمل جزء منه بوبس. طبعا البوبس ده بقى حاجة جديدة كده ودلع للممبار، فقلنا اما ندلع نفسينا وندلع الايه الولاد ونعمل بقى حاجة كده ايه جديدة نمشي يعني على الموضة بقى. احنا طول عمرنا بناكله ممبار صوابع كده وخلاص. النهاردة بقى اعمله معاكم بوبس. فانا جبت معايا خيط اللي هو خيط الدبارة دوت التخين دوت.
وهبدأ بقى ايه اربط كل شريحة من الممبار ده. انت هتعملي طبعا الحجم اللي انت عايزاه، عايزة حجم اكبر من كده، عايزة حجم اصغر من كده. فانا بجيبه وبربطه بقى زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا بعمل المقاس على قد الحجم اللي انا عايزاه، وببدأ بقى ايه اربطه حلو كده، وما اضغطش عليه قوي، وفي نفس الوقت ما سيبوش متهوي عشان الخيط ما يتفكش مننا وما يديناش الشكل اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نطلع منبار بوبس جميل زي اللي احنا ايه بنشوفه كده في المطاعم وفي المحلات. وزي ما انتوا شايفين طريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة خالص. طبعا كده كده الطرفين دولت لما بينزل في المية السخنة هما بيقفلوا لوحديهم. وعملت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، جزء عملته بوبس وجزء سيبته كده شرايح زي ما احنا متعودين بنعملها على طول. طبعا عايزه اقول لكم بقى ايه ان التحويجه مع البهارات مع الحشوه بتاعه الممبار دي مخليه ريحته تحفه تحفه تحفه، والله العظيم حاجه جميله. وعايزه اقول لكم ان طريقه الحشوه ديت انا خدتها من صاحب مطعم مشهور جدا، والله هو اللي قاعد وصف لي التحويجه بتاعه الممبار دي وازاي التقطيع. وهنا بقى في حله فيها ميه بتغلي هنزل بقى بورق لورا، وهنزل ببصل، وبرضو هنزل كده بفلفل اسود ورشة من الحبهان المطحون. وهبدأ بقى انزل ايه بالممبار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. انا اول ما بنزله في المية بيقفل على طول والطروف بتاعته بتتقفل معايا، واسيبه كده ايه ياخد غلوة، وبعدين اقلبه كده ايه من بعضه، وهغطي عليه واسيبه لحد ما يستوي. هنا بقى كان السمين بتاعنا استوى، الفشة والطحال، وطبعا طلعتهم من المية وخدتهم شطفة كده حلوة وسبتهم لما يتصفوا. عقبال بقى ما الممبار بتاعنا يستوي هنبدأ بقى نجهز ايه السمين بتاعنا. هنقطعه بقى شرايح كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى شكله بقى وجماله، مغسول غسلة حلوة ومسلوق سليق كويس، حاجة كده جميلة. الحاجات دي ما بتتعمل في البيت بتبقى جميلة وطعمة جدا يا جماعة والله العظيم. ودلوقتي اقل مطعم بتاع الحاجات ديت مش قادرة اقول لكم بقى مكلف ازاي والاسعار بقت عاملة ازاي. فاحنا الحاجة اللي بنحبها نعملها في البيت بنظافة واوفر واحسن، وهناكل بقى منها براحتنا مرة واتنين، مش أكلة ندفع فيها قد كده هوت ونقوم وخلاص على كده. وزي ما انتوا شايفين بصوا السوا بتاع الحاجة، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، وألف هنا وشفا اللي هياكل. وادي الممبار بتاعنا بقى استوى وطلعته وسبته لحد ما هدي شوية كده. وبعد كده هنبدأ بقى ايه نحمر كده. احنا وصفتنا كلها بقت جاهزة، نبدأ بقى نحمر بقى ايه الحاجات بتاعتنا. اول حاجة هجيب بقى المقلاية بتاعتي على النار، وهنزل بشوية من الزيت كده، شوية كويسين يعني كده من الزيت. وهبدأ بقى ايه اسيب الزيت لما يسخن، وابدأ بقى ايه انزل بالممبار بتاعنا. هنبدأ نحمره. طبعا الممبار البوبس بسيبه زي ما هو يتحمر زي ما هو، بعد ما يتحمر ببدأ بقى افصلهم من بعضيهم. طبعا كده بيبقى احسن، يعني ان انتوا بتسيبوه زي ما هو كده متربط، وبعد كده هنبقى ايه نفصله بس. واول بقى ما بيتحمر معانا بقلبه على الناحية التانية. والله ما قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، والله الريحة قلبة البيت كله. وزي ما انتوا شايفين بقى الممبار بدأ ياخد معانا بقى اللون الذهبي الحلو الجميل. اول بقى ما يحمر معانا من الناحية التانية هنشيله على طول. وادي كده خلصنا كمية الممبار. وفي نفس المقلاية هنزل كده بكام حتة من اللية،
طبعا اللي هي بتدي بقى مع السمين ده طعم وتست وحاجة كده ايه، ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، واحسن ما بين ايدينا، اللهم احسن ما بين ايدينا، والف هنا وشفا للي هياكل. وهنبدأ بقى ننزل بالسمين بتاعنا زي ما انتوا شايفين. طبعا دي تشكيلة بقى بين الطحال وبين الفشة، وهنبدأ بقى نقلب بقى فيهم كويس. وزي ما انتوا شايفين كده، طبعا لازم الزيت يبقى سخن والنار معانا عالية، ونقلب بقى كده كويس معانا. وطبعا دي اكلة بقى محببة لناس كتير قوي، وفي ناس كتير ما بتحبهاش، بس الناس اللي بيحبوها طبعا اكتر، والناس اللي بيعزوا الاكلة ديت اكتر. وانا عملتها لكم بطريقة حلوة وجميلة وسهلة والله، ومش مكلفة. وكده بقى السمين بتاعنا بدأ بقى ياخد لون زي ما انتوا شايفين، حاجة كده في منتهى الجمال. هنزل عليهم بقى ببصلاية كبيرة كده متقطعة شرايح، وكم قرن فلفل سبايسي، للي يعني حابب الأكلة دي سبايسي، وهي ما تنفعش بصراحة إلا إذا كانت ايه حراقة كده ومشطشطة وجميلة. وهقلب بقى فيها ونبدأ بقى نتبل. هنزل طبعا بفلفل اسود ورشة من الملح، وهقلب بقى كله مع بعضه لحد ما البصل كده والفلفل يدبل معانا. احنا طبعا مش بنحمره، احنا بنحطه بس كده، بيدي طعم وبيدي ريحة جميلة كده مع الوصفة بتاعتنا. وزي ما انتوا شايفين بقى كده، حاجة في منتهى الجمال والريحة، والله ما قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم والله العظيم الريحة عاملة ازاي. وانا الوصفة دي خدتها كلها والله من صاحب اكبر مطعم بتاع سمين، وقال لي على التركات اللي فيها ان القوطة بتتعسر وكل حاجة بتبقى متقطعة، والتوابل والبصل اكبر كمية بصل ممكن تحطيها. انا كنت حاطة في الوصفة ديت اكتر من نص كيلو بصل كمان في حشو الممبار. وكده طبعا انا جبت بقى طبق التقديم وقطعت بقى فيه شوية جرجير كده، وهنزل بقى بالسمين بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بصوا الطبق مشهي كده وجميل، وعايز بقى شوية ايه عيش بلدي كده وننزل بقى عليه. وادي الممبار بتاعنا بعد ما حمرناه زي ما انتوا شايفين، طبعا خد بقى لون ذهبي كده جميل، وحاجة في منتهى الجمال. واكله كده مش قادره اقول لكم والله الاكله ديت بالنسبه لنا، يعني مش قادره اقول لكم بالنسبه لنا ايه، كأن احنا في عيد. الاكله دي بالنسبه لنا كأننا في عيد. وابدا بقى ايه افصل كرات الممبار البوبس اللي احنا عاملينها. طبعا بتبقى اسهل لما بتتفصل وهي متحمره كده زي ما انتوا شايفين. انا بفصلهم عن بعضيهم وبشيل الخيط منهم، وببدأ بقى ايه ارصها مع بقية الوصفة. وعايزة بقى يعني اقول لكم بقى يعني جمال الاكلة دي ايه، وطعامة الاكلة ايه، وحاجات طبعا اكلات بقى الزمان الجميلة الحرشة اللي بتشبع وتظبط الدماغ ديت. زي ما انتوا شايفين الممبار عملته بطريقة زمان صوابع كده، وعملته بقى طبعا ايه بدلع الايام ديت والترفيه كده شوية كده البوبس. ونقدر نعمل كل حاجة في البيت بكل سهولة وبكل بساطة، ومش هتكلفنا كتير، وتبقي كده يعني فرحانة ان انت اللي عاملة كل حاجة بايديكي وعاملة لولادك الاكل. بصوا المنظر، بصوا الجمال، حاجة بجد والله العظيم ما فيش تفكير، يعني انت تاكلي بدون تفكير. وسلاما بقى على معدتنا بقى بعد الاكلة ديت كده، وكوباية شاي بنعناع كده ولا ليمون بنعناع. ودي طبعا النتيجة النهائية للوصفة بتاعتنا، ممبار محشي ومقرمش وسمين دايب وطري، والريحة مش قادرة اوصفلكوا والله كده، مع شوية سلطة خضرة بقى وترشي بلدي.
وشوية عيش بلدي كده وسخنين، والف هنا وشفا. واتمنى يعني ان انتوا تعملوا الوصفة ديت، وتقولوا لي كده في الكومنتات ايه رأيكم فيها. واما تمشوا بالطريقة بتاعتي ونفس الخطوات، هيبقى ايه النتيجة معاكم. شايفين الجمال وشايفين الطعامة، بجد بجد اكلة يعني عايزة لها ايه يعني، مش قادرة اقول لكم. طبعا دي بقى واحنا خلصنا وصفتنا النهاردة، ولا اجدع مطعم. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو حابين اي وصفة اعملها لكم يا ريت تسيبوها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.